المرة اللي فاتت اتكلمنا عن معادلة الميزانية اللي هي كانت بتقول ايه يا بنتي يا رحمة؟ الاسيتس بتساوي اللايبيلاتس زائد ايوه الاونرز ايكوتي. دي كانت المعادلة دي بسميها ايه؟ اسمها ايه على بعضها؟ يعني دي كده المصطلح بتاعها اسمه ايه؟ اسمها ايه؟ ايوه بنسميها ايه بقى؟ اكاونتنج. جدع. اكاونتنج ايكويشن. اكاونتنج ايه يا باشا؟ ايكويشن. قلت السؤال ده قبل كده لما يجي يقول لي الاكاونتنج ايكويشن بتتكون من كام عنصر؟ اقول له الاكاونتنج ايكويشن عندها 3 اليمنتس. رقم واحد الاسيتس، وبعد كده مين يا باشا؟ اللايبيلاتس، وبعد كده مين؟ الاونرز ايكويتي. تعال ناخد بقى واحده واحده. اتكلمنا قبل كده وقلت يعني ايه اسيتس؟ يا رب تكون حد فاكر. بس هي دي، انا مش عايز غير الكلمه دي بس. الاسيتس دي هي عباره عن مجموعه من الموارد. يبقى هي عباره عن مين يا باشا؟ ريسورسز. هي مجموعه من الموارد. يبقى دي عباره عن شويه موارد. دي الاصول. طيب رقم 2 اتكلمنا بعد كده عن حاجه اسمها اللايبيلاتس. يا رب يكون حد فاكر. جدع يا بنت مذاكره. ليك عندي 2 جنيه. 2 جنيه ماشي. ماشي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ريسورس. طبعا ريسورس الاصول لما جينا عرفناها بالعربي قلت الاصول هي مجموعه من الموارد. انا عشان اعرف المصطلح الانجليش طويل، بس انا لو شفت في السؤال اللي هو جايبه كلمه ريسورس لما اروح اختار مين؟ الاسيتس. طيب مين دي بقى؟ يعني ايه خصوم؟ الخصوم اصلا بالعربي معناها ايه؟ لازم ادفع اللي عليا. لازم ادفع اللي عليا، يعني انا ملتزم. فاحنا بنسميها ايه بقى؟ اوبليجيشن. بسميها ايه؟ اوبليجيشنز. التعهد بالسداد او التعهد بالدفع. يبقى دي معناها التعهد بالسداد، يعني لازم اتعهد ان انا اسدد اللي عليا. لازم اتعهد ان انا ادفع اللي عليا. يبقى رقم واحد الاسيتس بعرفها من كلمه ريسورس. اللايبيلاتيز بعرفها من كلمه اوبليجيشن. بعرفها من كلمه مين يا باشا؟ اوبليجيشن. اخر حاجه الاونرز ايكويتي. مش عايزين الاونرز ايكويتي. نخش بقى في السؤال. ادي رقم واحد، ادي رقم 2. ركز معايا عشان بعد ما البورده تخلص هبدا اديلك اسئله وانت قاعد كده. كل كلمه كل واحده بعرفها من كلمه واحده، انا مش عايز اكتر من كده. رقم 3 عرفنا بعد كده يعني ايه كلمه اكاونتنج. مفيش الا واحده بس اللي شغاله معايا، ده انت الله اكبر عليك. يعني ايه كلمة accounting؟ استنى يا رحمة. يعني ايه كلمة accounting؟ يعني ايه محاسبة؟ طب بالعربي. يعني ايه بالعربي؟ يعني ايه بالعربي؟ يا محاسبة يعني ايه بالعربي؟ ان انا احدد وان انا اسجل وبتعمل لي عملية اتصال. ان انا احدد العمليه اللي انا هشتغل عليها بعد كده اكتبها. يعني انا شغال على ايه مثلا؟ شغال على مصروفات يبقى انا عرفت ان ده مصروفات. شغال على ايرادات يبقى انا عرفت ان ده ايرادات. يبقى لازم احدد العمليه. حددتها اروح اعمل لها عمليه تسجيل. لما انا بحدد العمليه وبسجلها بقدر اتواصل مع الشركه بتاعتي. يبقى المحاسبه لما جينا عرفناها هنا قلنا عباره عن كام واحده؟ 3 حاجات. واحد تحديد، رقم 2 تسجيل، رقم 3 توصيل. ترجمهم لي بقى. identification يعني تحديد، جايه من identify ان انا احدد الحاجه يعني. طب واسجل يعني ريكورد، اسجل. طب ونعمل عمليه اتصال communicate. يبقى بتتكون من كام واحده؟ 3 وحدات. يبقى المحاسبه عباره عن، تعال نعرف يلا يا باشا. قول لي is the process of بتتكون من is the بروسيس اوف بتتكون من. ادي رقم 1 وادي رقم 2 ان رقم 3. يلا قول لي بقى ال3 يا باشا. مين هيقول معايا؟ اول واحده بنسميها ايه؟ ايوه ايدنتيفاي او ايدنتيفيكيشن زي ما انت عايز. يعني ايه ايدنتيفيكيشن؟ يعني عمليه تحديد. يلا سجل. تاني حاجه ريكوردنج.
يبقى احنا كده عملنا عمليه التسجيل. بعد ما سجلت يبقى لازم نعمل عمليه كوميونيكيت او كوميونيكيشن زي ما انت عايز، اللي انت عايزه. لازم نعمل عمليه مين يا باشا؟ اتصال. لازم نعمل عمليه مين؟ اتصال. يبقى لما اجي اقول لك يعني ايه محاسبه هتقول لي المحاسبه بتتكون من 3 حاجات. يلا رقم 1 ايدنتيفيكيشن. يعني ايه يا باشا ايدنتيفيكيشن؟ يعني عمليه تحديد. ها يلا اللي بعدها ريكوردنج. يعني ايه ريكوردنج؟ يعني عمليه تسجيل. حلو. طيب وبعد كده كوميونيكيت، يعني عمليه مين يا باشا؟ توصيل. عمليه مين يا ريس؟ توصيل. ده اسمها ايه بقى على بعضها؟ اسمها الاكاونتنج. اسمها يا باشا الاكاونتنج. يعني ايه اسيتس؟ ريسورس. يعني ايه لايبيلتيز؟ اوبليجيشن. اوبليجيشن يعني التعهد بالسداد او التعهد بحضرتك. انت اصلا ما بتعملش حاجه، الكلام بيبقى موجود وانت بتختار. والله لو لقيت في الباراجراف اللي جايني او السؤال اللي جايني كلمه ريسورس اجري على طول واختار اسيتس. لو لقيت في الكلام ده كلمه اوبليجيشن اجري واختار مين؟ لايبيلتيز. الحاجه اللي بتتكون من 3 عناصر اللي هم مين يا باشا؟ ها ايدنتيفيكيشن، يلا ريكوردنج اند كوميونيكيشن او اند كوميونيكيت اللي هي عمليه مين؟ التوصيل. دي على بعضها كده بسميها ايه؟ اكاونتنج. 4 نظام المعلومات المحاسبي. accounting as information system. accounting as information system. نظام المعلومات المحاسبي. ايه بقى الفرق ما بين المحاسبه ونظام المعلومات المحاسبي؟ والسؤال ده مهم نكتب جنبيه كده. ده اسمه ايه يا باشا؟ نظام المعلومات المحاسبي. هرجع له بعد شويه. هروح لسؤال مباشر، سؤال امتحان قبل ما انساه. هتقولي لي انت ايه الحاجات اللي بتعمل انكريز، اسمع كده، للاونرز ايكويتي؟ ايه الحاجات اللي بتزود من حق الملكيه؟ قولي. الحاجات اللي بتزود، خليها تتكلم. الحاجات اللي بتزود من حق الملكيه كم واحده انت؟ رقم 1. يبقى اول حاجه بتزود من حق الملكيه اي ايرادات، ريفينيوز اللي هي الايرادات. مين تاني بيزود من حق الملكيه؟ الارباح اللي احنا بنسميها نت انكم. نت انكم او نت بروفيت. بعد كده ايه؟ اي استثمارات. ايوه انفستمنت، الاستثمارات. يبقى الحاجات دي بتزود مين؟ ده كان سؤال اكتب لك عليه كده فوق. ده كان سؤال مين يا باشا؟ سؤال امتحان. يبقى الحاجات اللي بتعمل انكريز للاونرز ايكويتي، قول معايا تاني يلا. اول واحده اسمها اسمها ايه؟ ريفينيوز اللي هي مين يا ريس؟ الايرادات. تاني حاجه صافي الدخل او صافي الربح، اسمه ايه؟ نت انكم. بعد كده انفستمنت اللي هي مين بقى؟ الاستثمارات. ما تتكلميش، عايز واحده غيرها. ايه الحاجات اللي بتخفض لي من الاونرز ايكويتي؟ اخرسي، انا قلت لك اتكلمي. رقم 2 الحاجات اللي بتعمل بقى ديكريز. يعني ايه ديكريز؟ تخفيض، او بنسميها ريدكشن عشان جت في سؤال الامتحان. بدل ما يقول له ديكريز قال له ريدكشن. الحاجات اللي بتخفض من مين يا ريس؟ من الاونرز ايكويتي. من الاونرز مين؟ عايز واحده غيرها. مين؟ قول يا باشا، اللي يعرف يقول لي انا. يلا تعال نشوف ايه اللي بينقص من حق الملكيه. اللي بينقص من حق الملكيه اول حاجه المصروفات، اسمها ايه؟ اكسبنسز. طب وتاني حاجه الويز درو اللي هي المسحوبات. في حاجه تاني غير دول؟ ايوه الخساره اللي احنا بنسميها مين بقى؟ الخساره لوس. بنسميها مين يا باشا؟ لوس. يبقى انا عندي رقم 1 اول حاجه اسمها المصروفات. تاني حاجه اسمها المسحوبات. وتالت حاجه اسمها مين يا باشا؟ الخساره. الاسئله دي مهمه جدا جدا، هام جدا. نرجع بقى للنظري بتاعنا تاني. اول واحده خدناها مين يا ريس؟ الاسيتس بتساوي كلمه ريسورس. تاني واحده اسمها يعني ايه لايبيلتيز؟ ادفع اللي عليا. يعني ايه ادفع؟ اوبليجيشن. طيب رقم 3 حاجه اسمها ايه؟ اكاونتنج. تعريف المحاسبه. تعريف المحاسبه بيتكون من كام واحده؟ 3 وحدات. 1
ايدنتيفيكيشن او ايدنتيفاي. رقم 2 ريكوردنج اللي هي عمليه التسجيل. رقم 3 كوميونيكيت. رقم 3 مين يا باشا؟ كوميونيكيت. نروح للنقطه الرابعه، نظام المعلومات المحاسبي. نظام المعلومات مين يا باشا؟ المحاسبي. المحاسبي بيتكون من 3 حاجات. ده الفرق بقى ما بين كلمه اكاونتنج و اكاونتنج انفورميشن او اكاونتنج از ان انفورميشن سيستم. ده نظام المعلومات عباره عن الذا بروسيس بيتكون من رقم 1 البيرسونال. مين البيرسونال دول؟ الاشخاص. برو سيدرز اللي هي الاجراءات. الاجراءات يعني اي نظام معلومات محاسبي في خطوات احنا بنتبعها، الخطوات دي بنسميها اجراءات. اسمها برو سيدرز. ايه ده؟ ده هناك ده بتاعت الجديده حاجه تانية. رقم 3 ديفايسز اللي هي مجموعه من الاجهزه. مجموعه من مين يا باشا؟ من الاجهزه. يبقى ده الفرق ما بين الاكاونتنج انفورميشن وكلمه الاكاونتنج. بص هنا كده الاكاونتنج كام واحده؟ 3. عد. 1 ايدنتيفيكيشن. رقم 2 ريكوردنج. رقم 3 كوميونيكيت. لو ما اتكلمتش معايا هقول كلام مش حلو. بعد شويه هقول لك اقفلي الفيديو عشان بص هطلع الفاظ مش حلوه. الاكاونتنج بتتكون من 3 حاجات. 1 لا مش سامع وداني وجعاني. ريكوردنج اند كوميونيكيشن. مفيش حد يقول غير يا عيني والله بسم الله مش تعالى بنت اقعد هنا. بقول لك ايه اطلعوا بره. ايه يا عم؟ يبقى دي 3 كلمات، ايدنتيفيكيشن والريكوردنج والكوميونيكيت. دي بسميها ايه بقى؟ اكاونتنج بس. لكن الاكاونتنج كنظام معلومات، كنظام معلومات هو النهارده لما ربنا يكرمك ان شاء الله وتروح تفتح شركه لازم تشتغل على نظام المعلومات المحاسبي. طب نظام المعلومات المحاسبي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن مكان. المكان ده لازم امشي بيه خطوات، الخطوات دي بسميها بروسيدرز. يعني لازم اتبع خطوات. طيب بعد كده عايز اشتغل. عشان اشتغل لازم يتوافر عندي حاجتين اللي هي عباره عن مجموعه من الاجهزه وشويه اشخاص. يبقى نظام المعلومات بيتكون من كام واحده؟ 3. 1 بيرسونال. 2 بروسيدرز. رقم 3 ديفايسز اللي هي مجموعه الاجهزه. يبقى ده الفرق ما بين الاثنين واياك تنساها. ده الفرق اهو عشان ما تتلخبطش. دي اكاونتنج بس. امال دي بقى اكاونتنج از ان انفورميشن سيستم. بس بدل ما اقعد اعملها كلها قلت اكاونتنج از انفورميشن سيستم على طول او اكاونتنج انفورميشن. يبقى ده قلنا مين البيرسونال بقى اللي هم مين يا ريس؟ الاشخاص. بروسيدرز اللي هي مين؟ الاجراءات. جدع. ديفايسز اللي هي مين؟ الاجهزه. مين يا باشا؟ الاجهزه. انا ماشي معاك على الهادي عشان لما امسح البورد واكتب لك اسئله لو دلوقتي انت من حظك الاكبر انا كنت عامل لك امتحان 30 سؤال على المعادله. كل ما يخطر على بالك بس للاسف الورق ما اتطبعش. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الفل يا باشا. معاك سجاير ولا حشيش؟ البتاع مضايقاني جدا والله. تعبان. قعدت اشتغل عليهم كتير قوي بالليل. اسيتس يعني؟ انتوا عارف رخمه جدا على فكره. اسيتس يعني؟ لايبيلتيز يعني؟ اوبليجيشن. الاكونتنج بس جواها 3 حاجات. 1 2 3. حضرتك انت بس بمجرد ما تشوف في السؤال على بعضه كلمه ايدنتيفيكيشن ما كملش اروح اختار الاكونتنج على طول. زي السؤال الثاني بمجرد ما اشوف واحده معفنه من ال3 دول، ما هو ما فيش واحده من دي هتيجي مع دي. دي حاجه ودي حاجه. انا عشان اعمل نظام لشركتي النهارده لازم اتبع 3 حاجات او يكون عندي 3 حاجات، مجموعه من الاجراءات اللي انا بتبعها. هو انا لما اعمل شركه مثلا، ما هو الشركه دي حاجه كتير. انا ممكن اعمل مدرسه، ما المدرسه دي بالنسبه لي شركه. طب لما اعمل نظام فيها عباره عن نظام للطلبه ونظام للمدرسين، غير لما اعمل شركه مطاعم. دي حاجه ودي حاجه. بس في كلتا الحالات انا محتاج خطوات امشي عليها. طالما موجوده خطوات يبقى لازم عندي اجهزه اشتغل بيها. اللي بيشغل الاجهزه دي اللي هم مين؟ الناس. يبقى انا هنا الاكاونتنج انفورميشن نظام المعلومات في اي حته في الدنيا لازم يكون فيه ال3 حاجات دول. 1 2 بروديوسر ده يعني مقدم. برو ايوه بروسيدرز.
اللي الثانيه بقى اللي دي الثانيه دي مقدم. ديفايسز اللي هي مين يا باشا؟ الاجهزه. ولا يهمك يا باشا، اتفضل يا باشا. بس احنا عدنا كتير قوي بتاع ده ملل، ده اللي هيتفرج على الفيديو اصلا هيجيله شلل. يبقى كده ادي اول 4 حاجات. قلت لك هنا الحاجات اللي بتزود من حق الملكيه، وخليك فاكر انا واقف على النظري كتير ليه؟ عشان ما تتفاجئش. الاكونتنج الماده كلها اكونتنج ومانج تاخد منك 10 دقائق، ده لو انت بني ادم بتفهم، وممكن تاخد منك 10 سنين. اللي انت عايزه انت ودي، اصل دول كلمتين وما هياش قد كده، وعمال اكتب لك على البورد عشان هتخش في الملزمه هتلقى الكلام كتير. فانا عايز كلمه اللي يعني اعرف كل واحده من كلمه واحده بس. اللي بيزود راس مالي، اللي بيزود راس مالي كام واحده؟ 3 وحدات. واحد اي ايراد بسميه الايراد، قول يا بت ريفينيوس. رقم 2 اي فلوس داخله لي صافي دخل بسميه بقى نت انكم. رقم 3 اي استثمارات اسمها انفستمنت. ايه هي نت انكم، زي نت بروف، زي نت عباس، زي اي حاجه. طيب الحاجات اللي بتعمل ديكريز، يعني ايه ديكريز يا باشا؟ يعني تخفيض. ديكريز دي معناها كلمه ريدكشن، يعني تخفيض برضو. الحاجات اللي بتخفض من حق الملكيه 3 حاجات. لما نصرف فلوسنا هتقل، يبقى راس مالي هيقل. لما اسحب يبقى راس مالي هيقل. لما احقق خساره يبقى راس مالي هيقل. ونروح للسؤال الخامس، هو ايه بقى؟ يوزرز، الناس اللي بتستخدم الاكاونتنج. ايوه، يوزرز اوف اكاونتنج، الناس اللي بتستخدم الاكاونتنج. يا ترى يا هل ترى مين بقى اللي بيستخدم؟ ايوه، اللي بيستخدم المحاسبه نوعين، ناس مستخدمين داخليين ومستخدمين مين يا باشا؟ خارجيين. مين المستخدمين الداخليين بقى؟ بسميهم يا بت رقم ورقم 1 بسميهم ايه بقى؟ ايوه internal users، المستخدمين الداخليين. يبقى دي كده على بعضها بسميها مستخدمين داخليين. زي ايه؟ مستني اسمعكم. المانجرز، ها؟ الاوفيسرز، صح، اللي هم القاده، صح، برافو عليك. والديسيشن ميكر، برافو عليك. كده انت ليك عندي 3. ماشي، يلا تعالى نقولهم بقى تاني كده. يلا، رقم 1 المانجر. المانجرز اللي هم مين؟ المديرين. اللي بعديها الاوفيسرز اللي هم القاده. طيب وبعد كده اللي هم مين؟ الديسيشن، ايوه الديسيشن ميكرز، متخذي القرار. متخذي مين يا باشا؟ القرار. يبقى الناس اللي بتستخدم او المستخدمين الداخلين للمحاسبه الماليه عباره عن، يلا مانجر يعني مديرين، ها، اوفيسر يعني القاده، وبعد كده الديسيشن ميكرز اللي هم متخذي القرار. متخذي مين يا باشا؟ القرار. دي الانترنال. ها، نروح لمين بقى؟ للاكسترنال. ايوه، رقم 2 اكسترنال يوزرز اللي هم المستخدمين بقى الخارجيين. يبقى دول كده هنسميهم مستخدمين خارجيين. ودول نوعين، مش شرط يجي لي نوعين في الامتحان، بس انا ابص للصغيره قبل الكبيره، ما اعرفش ظروف ايه. في مستخدمين مباشر وفي غير مباشر، يعني في ناس بتستخدم الاستخدام المباشر وفي غير مباشر. المباشر ده بسميه ايه بقى؟ دايركت. ايوه دايركت. وهنا مين يا باشا؟ اندايركت. يعني في ناس بتستخدم بشكل مباشر وفي ناس بتستخدم بشكل غير مباشر. يبقى ده كده يا باشا ايه؟ مستخدمين بشكل ايه بقى؟ ده بشكل مباشر. وهنا بقى يا باشا غير مباشر. انا بتكلم على مين مره تاني، بس بتكلم على حاجه اسمها ايه؟ اليوزرز اوف اكونت، اللي هم مين بقى؟ ها، مستخدمين المحاسبه الماليه. مستخدمين المحاسبه مين؟ الماليه. رقم 1 انترنال يوزرز، يعني داخل الاداره، يعني الناس اللي بتستخدم جوه الاداره. عندي 3 حاجات. 1 المانجرز، الاوفيسرز
الديسيشن ميكرز اللي هم متخذ القرار. بره الشركه بقى عندي نوعين، دايركت وان دايركت. مين يقول لي الدايركت؟ انفيزيتورز والكريديتورز. برافو عليكي. يبقى رقم واحد انفيزيتورز اللي هم مين؟ المستثمرين. دي انفيزيتمنت يعني مستثمر او الاستثمارات. انفيزيتورز اللي هم المستثمرين، وبعد كده الكريديتور اللي هم مين؟ الموردين او الدائنين. الموردين او مين يا باشا؟ او الدائنين. نقول تاني، انفيزيتورز وبعد كده مين يا باشا؟ كريديتورز. كريديتورز اللي هم مين؟ الدائنين. يبقى دول ناس اسمهم ايه؟ مستثمرين. طب ودول ناس اسمهم ايه يا باشا؟ الدائنين. يبقى الناس اللي بتستخدم خارج الشركه نوعين، في ناس بتستخدمها بشكل مباشر زي اي مستثمر النهارده ما ينفعش يشتغل من غير دفاتر وسجلات محاسبيه، ولازم في بعض الاحيان المستثمر بتبقى علاقته بالحسابات علاقات مباشره، وخاصه لو مستثمر صغير. طيب تاني حاجه اللي هم مين بقى؟ الكريديتور. اي مورد النهارده ما ينفعش يشتغل من غير دفاتر محاسبيه، فاذا شغله دايركت مع الحسابات. يبقى عندي هنا الدايركت نوعين، في مين؟ في الاكسترنال. رقم واحد الانفيزيتورز، رقم اثنين الكريديتورز. الغير مباشر التاكسس، الضرايب كلها. رقم اثنين الكاستمرز، العملاء. رقم ثلاثة الخطط الاقتصادية كلها اسمها ايكونوميك بلانر. تعالى كده، رقم واحد خلينا في السهل، ايه؟ كاستمرز اللي هم مين يا باشا؟ العملاء. رقم اثنين تاكسس. تاكسس اللي هي مين يا باشا؟ الضرايب. كفايه عليك. يبقى لازم ابقى عارف الفرق ما بين الانترنال ومين يا باشا؟ والاكسترنال. انت ممكن تقول لي الاكسترنال، مش شرط تقول لي دايركت واندايركت، بس احنا خدنا التفصيل. يعني ممكن يجي يقول لي الاكسترنال عباره عن ايه بقى؟ قول ها. انفيزيتورز، كريديتورز، ها، كاستمرز، والتاكسس. بس خلاص. لكن الدايركت والاندايركت احنا قلناها لو غلس، لكن لو ما غلسش لا. طيب اخر حاجه قبل ما امسح البورد بتاعتي، اعرف الاصول من كلمه، اعرف اللايبيليتيز من كلمه اوبليجيشن. ايوه. اكاونتنج لازم افرق ما بين كلمه اكاونتنج واكاونتنج انفورميشن. كلمه اكاونتنج دي جواها واحد ايدنتيفاي او ايدنتيفيكيشن، اثنين ريكوردنج كوميونيكيشن. امال دي مين؟ اكاونتنج انفورميشن برضو جواها ثلاثه. ها، الناس، بعد كده بروسيدرز الاجراءات، بعد كده ديفايسز اللي هي الاجهزه. طيب اروح بعد كده لحاجه اسمها اليوزرز، الناس اللي بتستخدم الاكاونتنج. في منهم انترنال وفي منهم اكسترنال. الانترنال زي المانجرز، الاوفيسرز، الديسيشن ميكرز. اما الاكسترنال زي ايه يا باشا؟ زي الانفيزيتورز والكريديتورز والكاستمر، ولو عندي تاكسس. ماشي يا باشا. اما دول كده سؤالين مهمين كده، حطيت لك عليهم جنبيهم حاجات. خد سبورتك لان السبوره بتلخص عليك تقريبا ورق كتير قد كده. السبوره مهمه جدا وانت بتذاكر، لخص ده عشان الملزمه هتلاقي فيها كلام كتير، بس ده متلخص اخر حاجه. لو عايزني اترجم لك اي حاجه قول لي ترجم لي، مش عايز خلاص. يعني لو عايزني اترجم لك اي حاجه هنا قول لي عليها. احنا وصلنا اخر حاجه لحد ده رقم 6. forms of business ownership. حبيبي ownership دي طبعا بنسبة 100% انتوا خدتوها في الإدارة. أشكال المنظمات أو أنواع المنظمات. إيه أنواع الشركات؟ واحد، شركة فردية. خدتوهاش؟ يلا ما علينا، إن شاء الله تاخدوها قبل ما تموتوا. واحد، منشأة فردية. رقم اثنين، شركة أشخاص. رقم ثلاثة، شركة مساهمة. خلينا نشرحهم بالعربي الأول. إيه الفرق ما بين الثلاثة؟ إيه الفرق ما بين الشركة الفردية وشركات الأشخاص وشركات المساهمة؟ الشركة الفردية اوينت بيمتلكها one owners، واحد بس. يبقى أي منشأة فردية بيمتلكها شخص واحد، واللي بيعمل لها المانج يعني اللي بيديرها one owner اللي هو الشخص المالك. بس المسؤولية بتاعتها بتكون unlimited، غير محدودة. غير محدودة. يبقى دي المنشأة الفردية. يبقى المنشأة الفردية مالكها
واحد، وبيديرها واحد، ومسؤوليتها مسؤوليه غير مين؟ محدوده. طب خلينا نفهم بالعربي. ملك واحد وعارفينه، وهو اللي بيدير وعارفينه. ايه الفرق ما بين المسؤوليه المحدوده والمسؤوليه الغير محدوده؟ تعال انا اقول لك. انا فاتح مشروع ودافع 100,000 جنيه في المشروع، وجايب بضاعة من عند العملاء من بره ب50,000 جنيه. جايب بضاعة بكام يا باشا؟ ب50,000 جنيه. المشروع بتاعي خسر. يبقى أنا خسرت إيه؟ فلوس المشروع كلها زائد ال50 جنيه اللي عليا من بره. ما أنا المشروع أصلا مكلفني على بعضه كام؟ 100,000 جنيه. 100,000 جنيه المشروع، وجايب بضاعة بس لسه ما دفعتش فلوسها خالص. بكام بقى؟ ب50,000 جنيه. فلما الخسارة تقع عليا هنا هخسر كل الفلوس بتاعت الشركة وأي التزامات عليا بره. لأن أنا ال100,000 جنيه ما جابتليش ربع جنيه، فخلاص ال100 أنا خسرتها. طب هسدد ال50 دي منين؟ مش المفروض ال50,000 لما أجي أسددها من أرباح الشركة؟ طب أنا ما عنديش أرباح، اضطر ادفعهم من بقى؟ من معايا، من مالي الخاص. دي اسمها مسؤوليه غير محدوده. اسمها مسؤوليه غير مين؟ محدوده. لكن لو المسؤوليه محدوده اخسر ال100 بس، اخسر ال100,000 اللي انا دفعتها. اي فلوس بره لا. دي اسمها مسؤوليه محدوده. ده الفرق ما بين المحدوده والغير محدوده. الغير محدوده ان انت بتخسر فلوسك بتاعت الشركه وبتلتزم بكل الديون اللي عليك. يبقى انا عندي كام شركه كده قلنا؟ 3. 1 منشاه فرديه، معناها ايه؟ يمتلكها ويديرها ومسؤوليتها مسؤوليه غير محدوده. اركن على جنب. الشركه الثانيه اسمها شركات اشخاص. اسمها شركه مين يا باشا؟ 2 او اكتر، يعني ما بتقلش عن 2. 2 او اكتر، يعني ممكن تبقى 2، ممكن تبقى 3، ممكن تبقى 4، ممكن تبقى 5، ايا كان. والمسؤوليه فيها برضو كل شريك فيها مسؤوليته unlimited غير محدوده. اخر شركه اللي اسمها ايه بقى؟ الشركه المساهمه. الشركه المساهمه دي زي كل الشركات الكبيره، لا بيمتلكها عدد كبير. فانا هكتبها لك بالعربي هنا واجي اترجمها لك هنا. يبقى انا عندي هنا انواع الشركات. بص هنا يا واد، انواع الشركات. يلا سمعني. رقم 1 شركه ايه؟ شركه فرديه او منشاه فرديه يمتلكها شخص واحد ويديرها شخص واحد. والمسؤولية ايه بقى يا باشا؟ والمسؤولية غير محدودة. والمسؤولية غير مين؟ محدودة. دي أول حاجة. يا بنت خليكي معايا يا بنت، يخرب بيت الموبايل يا بنت. دي المنشأة الفردية. تاني واحدة اسمها ايه بقى؟ شركات أشخاص. 2 أو أكتر. 2 أو أكتر. 2 أو إيه يا باشا؟ أكتر. يبقى 2 or more، مش عايزين أكتر من كده. رقم 3 شركات المساهمة اللي احنا بنسميها الكوربريشن. مالها بقى شركات المساهمة؟ تتكون من العديد من الشركاء، بنسميهم ميني تو ميني، يعني العديد والعديد من الاونرز اللي هم مين يا باشا؟ الملاك. دول ال3 انواع بسميهم بقى. كلمه انواع الشركات بسميها ايه؟ بص كده، فورمز اوف بزنس اونرشيب. انواع المنشآت في المنظمه او انواع الشركات في المنظمه. ايه مش جايب عندك؟ ماشي. افتكر مش جايب عندك، خلاص هاتها خليها عندي انا بقى شويه. يا سلام. هو انتوا ليه مش بتقعدوا هنا؟ انا ما بقاش كل شويه دماغي عماله تروح هناك. يا عم خليك هنا يا عم. حول ولا قوه الا بالله. تاخد شويه تكييف؟ ماشي هاخد شويه بس مفيش تكييف بيجي هناك على فكره. الارض مفيش حاجه عندكم صح؟ اوكي خليها عندي. اشكال او انواع الشركات او انواع المنظمات. قلنا كم واحده يا باشا؟ قلنا 3 انواع. رقم 1 اول واحده اسمها ايه؟ منشاه فرديه، يملكها ويديرها ومسؤوليتها مسؤوليه. رقم 2 شركات الاشخاص، تتكون من 2 او اكتر، يبقى 2 or more.
والمسؤوليه برضو فيها مسؤوليه غير محدوده. ازاي ما نكتبهاش دي؟ ده اهم واحده فيها. والمسؤوليه غير محدوده. والمسؤوليه غير مين يا باشا؟ محدوده. رقم 3 شركات المساهمه تتكون من العديد من الشركاء، بس المسؤوليه هنا مسؤوليه محدوده. والمسؤوليه محدوده. بريتورشيب يعني شركه فرديه. شركه ايه يا باشا؟ فرديه. ايوه انت خدتوا الحاجات دي. ايوه انت مش تاخد الحاجات دي، انت تاخدها هنا بس. هو اي حد عدى عليك خالد الغرباوي ولا ايه؟ مش فاهم ايه ده؟ انت قلت لي ما خدتش الحاجات دي. ها؟ يلا. يبقى اول حاجه اسمها ايه يا باشا؟ انت معايا الله يسترك. اسمها ايه؟ سول. حلوه دي صح؟ ها. بريتورشيب. يبقى عشان انا هنطقها بسرعه بس انت بريتورشيب اللي هي بقى ايه؟ منشأة فردية. منشأة مين يا باشا؟ فردية. مالها المنشأة الفردية؟ الكلمتين المعفنين اللي هناك مليهم لي. يلا. يمتلكها، يبقى كلمة يمتلكها وان اونر. بيمتلكها مالك واحد. يبقى بيمتلكها ايه بقى؟ وان اونر. شخص ايه؟ واحد. ان الريسبونسابيلتي بتاعها انا بقى مش هكتب كلمه ريسبونسابيلتي كبيره قوي، اقول له اند انليميتد. وبتبقى دايما مسؤوليتها مسؤوليه ايه؟ غير محدوده. اند ان ليميتد يعني المسؤوليه بتاعتها مسؤوليه غير محدوده. بس انا كده جميل، انا كده زي الفل. لازم يجي سؤال على الشركات. لازم يجي سؤال على الشركات زي السؤال بتاع المحاسبه والنظام المحاسبي، لازم يجي عليها سؤال. يبقى سؤال الشركات اول واحده اسمها ايه بقى؟ سول بروبريتورشيب اللي هي المنشاه الفرديه. مالها يا باشا؟ معلش اللي بيمتلكها وان اونرز يعني مالك واحد. طب وبعدين اند انليميتد والمسؤوليه بتاعتها مسؤوليه غير محدوده. اترجم ولا انت عارف؟ ان لا هنترجم ايه؟ ما هي مالك واحد اند غير مسؤول. قولي لهم انت عشان ما بكلمهمش. كده بتترجمها. اترجمها يعني؟ بتترجمها اهو. طب قولوا لهم انت بقى عشان ما بكلمهمش برضه. 2 بارتنرشيب. بارتنرشيب مين بقى دي؟ شركات الاشخاص. شركات مين يا باشا؟ الاشخاص. عرف لي انت، انا مش هقول. شركات الاشخاص. الكلام قدامك وقول لي الكلام اللي هتقوله انا هكتبه على طول. ما انا عارف كلمة يمتلكها قدامك يا صاحبي اهي. لما تقول اون بيمتلكها تو دي والله العظيم التعليم المجاني صحيح. تو ايوه اور مور من مين بقى؟ من الاونرز. يمتلكها 2 او اكتر من الملاك. طب والمسؤوليه بتاعتها and unlimited. unlimited. شاطرين. والمسؤوليه بتاعتها مسؤوليه ايه؟ غير محدوده. بارتنرشيب. بارتنرشيب اللي بيمتلكها 2 اور مور 2 او اكثر من مين؟ من الملاك. والمسؤوليه بتاعتهم مسؤوليه غير محدوده. رقم 3 كوربريشن. الشركات المساهمه. كوربريشن الشركات المساهمه. وكل الشركات المساهمه المسؤوليه بتاعتها مسؤوليه محدوده. يعني انا النهارده داخل مثلا في اي شركه كبيره انت بتشوفها دي شركه مساهمه. زي بقى شركات الحديد والصلب، زي شركات الاستيراد والتصدير المصنعه مثلا للغزل والنسيج، زي كل الكلام ده. طيب كل واحد هنا بيبقى مسؤول عن اللي دفعه فقط لا غير. كل واحد يعني مثلا الشركه المساهمه بيبقى فيها ملايين او آلاف المستثمرين، كل واحد دفع 5000. لو الشركه خسرت انا مسؤول عن خسارتي فقط لا غير. طب اي خساره بعد كده انا ماليش فيه. طيب كوربريشن هي الشركه مين يا باشا بقى؟ شركه
المساهمه. الشركه مين يا باشا؟ المساهمه. عرفها لي بقى انت. اوينت بيمتلكها ميني تو ميني، العديد والعديد من الاونرز. ميني تو ميني، الكثير والكثير من مين يا باشا؟ من الاونرز. طب هنا بقى دي مالها بقى؟ ليميتد. المسؤوليه بتاعتها مسؤوليه محدوده. المسؤوليه بتاعتها مسؤوليه ايه يا باشا؟ محدوده. ادي الثلاث انواع من الشركات والثلاثه مهمين. والثلاثه مهمين. وقت ما اخلص النظري اقول لك الاكاونتنج خلص. وقت ما اخلصه الماد كلها على بعض، لو عايزها في حصه اجيبها لك في حصه، في نص حصه اجيبها لك في نص حصه، بس تفهم. انا ماشي بالراحه، ومن الاول ماشي بالراحه عشان لما اجي اديك الاسئله يا عمي اللي مستعجل على الاسئله هتاخد الاسئله اللي هو ابقى فاهم انا هعمل ايه. لان انا مش هديك سؤال واثنين وثلاثه واربعه، لما هديك 50 سؤال 60 سؤال، تقعد كده مع نفسك كده تتسلطن وتضرب السيجارتين بتوعك وتعيش حياتك وتقعد بقى تحل على الهاتي. يلا، يبقى انا عندي دي اسمها ايه يا باشا بقى؟ فورمز اوف بزنس اونرشيب. بتتكون من كام واحده؟ اشكال المنظمات. اشكال المنظمات كام واحده؟ 3. سول انطقها زي ما انت عايز. بريتورشيب. 2 بارتنرشيب. رقم 3 كوربريشن. دي اوينت 1 اونر بيمتلكها واحد. طب ودي 2 اور مور. طب ودي ميني تو ميني، الكثير والكثير. دي بقى مسؤوليتها unlimited. مسؤوليتها unlimited، لكن المسؤوليه هنا مسؤوليه ايه يا باشا؟ محدوده، اللي هي بنسميها limited. بسميها ايه يا باشا؟ limited. حسبي الله. عايز حاجه من البورد؟ كام سؤال كده خدنا؟ 6 اسئله يعني يخلصوا في دقيقتين، نقعد فيهم ساعه؟ ده حتى حرام، يبقى ظلم. تعالى اخر حتايه بقى عشان نخلص كده من الحاجه دي. ولا قبل ما نروح للحتايه الاخيره، افتح الملزمه اللي معاك، السؤال الاخير. هستنى منك 5 دقائق تتسلم لي الحل. يلا يا باشا. رقم 1، مين هيقرا؟ حد يقرا السؤال يا شباب؟ رجاله. بيقول ايه السؤال الاول يا شباب؟ قال ايه؟ قال ايه؟ اوبند ذا شوب. افتتح المحل بتاعه باي انفستنج، عن طريق استثمار 15,000 فور كاش. طبعا في كلمات اول ما بشوفها بعرف ان دي ايه، اللي هي كلمه مين؟ ها؟ ستار. ديبوزيت يعني اودع. اوبننج يعني افتتح، او انفست يعني استثمر. اي كلمه من دي زي ما انت عارف بتزود من راس المال وبتزود من الاصول. اروح اكتب المعادله بتاعتي. المعادله بتقول الاسيتس لازم تساوي مين بقى؟ ها؟ اللايبيلتيز، الخصوم، زائد الاونرز ايكويتي، او زائد الكابيتال، او زائد مين يا باشا؟ الكابيتال. طيب اوبن طالما هو افتتح يبقى نيجي عند الاصول واقول له هنا زائد، واجي عند الكابيتال واقول له زائد. المبلغ عامل كام؟ 15,000. المبلغ عامل كام؟ 15,000. هو الكلام ده عمله كاش صح يا باشا؟ يبقى نقول له بقى ايه؟ انكريز. ايه اللي بيحصل هنا؟ هقول له انكريز يعني زياده. فين؟ زياده عند الاسيتس اند انكريز، وبيعمل زياده في مين يا باشا؟ في الكابيتال. وبيعمل زياده في مين؟ في الكابيتال. ماشي الحال؟ السؤال الثاني. يلا يا رجاله. بوت بتساوي كلمه بارشيسز اهي. بارشيسز بتساوي كلمة باي. والتصريف الثاني بتاعها اللي هي كلمة بوت. كله بيساوي كلمة بارشيسس. اشتريت يا ريس ب 1500 سبلايس اللي هي المهمات. انا اقدر اقول على اللي قدامي ده كده
السبلايز ده اللي هو الورق اللي قدامي، الحاجات بتاعتي دي سبلايز، كل ما هو على المكتب بتاعك بنسميه اوفيس سبلايز. المهمات اللي انت بتستخدمها، القلم اللي في ايدك سبلايز، الورقه اللي في ايدك سبلايز، الاله الحاسبه اللي في ايدك سبلايز، دي اسمها مهمات بتاعتك. راح اشترى سبلايز ب 1500 اون اكاونت، يعني اشتراها على الحساب. نكتب المعادله بتاعتنا، بنقول انت معايا الاسيتس هتساوي انت يا واد لايبيلاتيز اللي هي الخصوم زائد الكابيتال. هو اشترى ايه بقى يا ريس؟ اشترى سبلايز. معنى كده ان الاصول اللي عندي زادت، يبقى السبلايز اللي عندي زادت بكام؟ بس ما دفعش الفلوس، يعني اشترى على الحساب. طالما اشترى على الحساب فعليا فلوس، طالما عليا فلوس يبقى في زياده في الاكونتس بيبل. في زياده في الاكونتس مين يا باشا؟ بيبل. بكام بقى؟ ب 1500. يبقى لما نشتري على الحساب بنزود اصل وبنزود خصم. بنزود اصل وبنزود مين؟ خصم. انا اشتريت على اي عمليه شراء لازم الاصول تزيد. ده رقم واحد. طب انت دفعت ولا ما دفعتش؟ انا ما دفعتش، يبقى اصبح عليا خصوم، اصبح عليا التزامات. يلا نترجم الكلام ده، اقول له ايه؟ انكريز. انكريز يا ريس اسيتس، يعني الاصل هيزيد. وكمان انكريز. انكريز يا ريس لللايبيلاتيز، يعني الاصول هتزيد والخصوم كمان هتزيد. يبقى الاصول هتزيد والخصوم مين يا باشا؟ والخصوم هتزيد. السؤال الثالث شباب، مش هتجاوبوا معايا ولا ايه؟ ده انتوا المستقبل، دول خلاص اخرهم جوازه ويترموا في البيت. جاوبوا معايا، ده انتوا الامل، انتوا بكره وبعد واللي جاي. سي بس يا بت. بوت اشترى اكويبمنت، اشترى معدات ب 8200 كاش. هنكتب المعادله بتاعتنا، نقول له هنا يا باشا يبقى رقم 3 الاسيتس بتساوي اللايبيلتيز. بص انا بكتبها كامله ليه؟ عشان تبص عليا مره واثنين وثلاثه، عشان لما تكتب ما تغلطش. يلا اشترى ايه؟ اكويبمنت، يبقى المعدات اللي عندي زادت. يبقى اقول له هنا في زياده في الاكويبمنت، يعني الاصول اللي عندي زادت 8200. الاصول اللي عندي زادت كام يا باشا؟ 8200. انا رحت اجيب معدات ايا كانت المعدات دي، يا بنت خليكي معايا هنا يا رحمه، ايا كانت المعدات اللي عندي ايه، اي حاجه. انا راح اشتري الات، راح اشتري معدات، راح اشتري عربيات، راح اشتري اي نيله، ما هي كده كده اصولي هتزيد. يبقى الاكويبمنت المعدات بتاعتي زادت. طب انت وحضرتك بتشتري دفعت الفلوس ولا ما دفعتهاش؟ دفعت. فالكاش اللي عندي جراله ايه؟ نقص. الكاش نقص بكام يا باشا؟ ب 8200. زي بالظبط كده حضرتك رايح تشتري موبايل، الموبايل اللي في ايدك زاد بس الفلوس اللي في جيبك قلت، يبقى انا زودت اصل ونقصت اصل اخر. يبقى تعالى نترجم الكلام ده. هقول له هنا بقى ايه؟ هنا نترجم الكلام ونقول له ايه؟ انكريز يعني ايه؟ يعني زياده. زياده مين؟ زياده اسيتس. ديكريز يعني ايه؟ ديكريز يعني تخفيض. النظر اسيتس، النظر اسيتس وتخفيض اصل اخر. وتخفيض اصل ايه يا باشا؟ اخر. ماشي ولا مش ماشي؟ عارف لو انت مش حلل كده يبقى يومك لون عينيك. حلو. 1 2 3 4 4 صح؟ يلا نكتب المعادله بتاعتنا الاول. الاسيتس بتساوي اللايبيلتيز زائد الاونرز ايكوتي او زائد الكابيتال. يلا يا باشا بيقول لي بقى في 4 ريسيفد، استلم. استلم ايه بقى؟ كاش. جايه منين الكاش دي؟ سيرفيس برفورمنس. انا استلمت فلوس عن طريق خدمات. عن طريق مين يا باشا؟ حط دايره جوه سيرفيس. اول ما اشوف كلمه سيرفيس اقول له الاصول تزيد وحق الملكيه يزيد. اول ما اشوف كلمه سيرفيس، ما هي كلمه سيرفيس بتساوي كلمه ريفينيو. الكلام ده احنا قلناه المره اللي فاتت يا شباب. ريفينيو اللي هي مين بقى؟ الايرادات. بتساوي سيرفيس اللي هي الخدمات. اول ما اشوف كلمه من هنا اقول له زياده الاسيتس وزياده الكابيتال.
زياده الاسيتس وزياده مين؟ الكابيتال. المبلغ كام؟ كام المبلغ؟ 1550. يبقى اجي عند الاصول واقول له 1550 زادت، واجي عند راس المال واقول له 1550 زادت. يبقى اقول له هنا ايه بقى؟ انكريز. انكريز مين يا باشا؟ اسيتس، يعني الاصول هتزيد ان انكريز. ومين هيزيد كمان يا باشا؟ الكابيتال. ومين هيزيد كمان؟ الكابيتال. يلا المعادله الخامسه هقول له هنا ايه؟ الاسيتس. خليكي معايا يا حبيبتي، اللي واخد بالك، اللي واخد عقلك يا حبيبتي، خليكي معايا. هو انا بصيت؟ انا ما بصيتلكيش، ممكن ابقى اقول لحد تاني بس مش ببص. 5 بيد بدأ يدفع سالاريز. سالاريز اللي هي مين بقى؟ اول ما تشوف كلمه سالاريز افكرك بيها، شكلك ما ذاكرتش يا عباس. ها، زي مين يا ريس؟ السالاريز اللي هي المرتبات. وزي مين يا ريس؟ الرنت الايجار. وزي مين يا ريس؟ الاوتياليتس، مصاريف المنافع، الميه، النور، الكهرباء، الكلام ده كله. اي واحده من دي اجري واقول له الاسيتس لازم تقل وحق الملكيه لازم يقل. المصروفات بتنقص من مين؟ بتنقص من الاصول وبتنقص من حق الملكيه. بكام الرقم؟ يبقى ناقص 450 ناقص 450. يبقى عندي هنا الاصول هتقل وحق الملكيه هيقل. يلا هتقل يعني ايه؟ ديكريز. هيبقى نقص مين؟ الاسيتس، يعني الاصول اللي عندي هتقل. اند ديكريز. ونقص كمان مين يا ريس؟ الكابيتال. ونقص كمان مين يا باشا؟ الكابيتال. اخيرا ولا لسه في كمان 2؟ انا عمال تقولي لي 5 5. ما تتكلميش معايا، ما بتكلمكيش. رقم كام يا باشا؟ 6. الاسيتس بتساوي اللايبيلاتيز زائد الكابيتال. بوت اشترى اديشنال سبلايز، يعني اشترى مهمات اخرى ب 2500 فروم الامل كومباني، من شركه الامل. دفع منها 1500 كاش ريمايندر والباقي على الحساب. هو انا اشتريت ايه؟ اشتريت سبلايز. يبقى الاصول اللي عندي هتزيد، يبقى اقول له زائد السبلايز. يبقى انا اشتريت شويه مهمات او ادوات بقى كام بقى؟ ب 2500. يبقى عندي الاصول اللي عندي هتزيد ب 2500. دفعت منهم كام؟ 1500 كاش. يبقى الفلوس اللي عندي هتنقص، الكاش هتقل ب 1500. ثانيه واحده يا ريس، انت رايح تجيب شويه حاجات ب 2500 جنيه، دفعت منهم كام؟ يبقى لسه عليا 1000. هو انا جايب من عند مين؟ من عند التاجر. التاجر ده بالنسبه لي اسمه دائن. اسمه ايه يا باشا؟ دائن. يبقى نيجي تحت الخصوم واقول له في زياده في الاكونتس بيبل ب 1000. في زياده في الاكونتس بيبل بكام؟ ب 1000. تعال نترجم كده. تمام ولا نزلت كتير؟ عم العالم تمام. مين هيكتب بقى هنا كده؟ يعني بص، الواحد رقبته يعني اعوذ بالله، ايه المسرح ده؟ مش فاهم انا. هو اللي بيشرح هنا قد كده؟ يلا يا باشا ترجم معايا، قول لي هنا ايه؟ ها؟ انكريز بوث، يعني زيادة كل من مين ومين؟ الاسيتس اند liabilities and decrease. ونقص معاها كمان مين يا باشا؟ الاسيتس. الاصول والخصوم زادوا وكمان الايه؟ الاصول قلت. عادي، انا مش قادر اميل اصلا. قاعدها لك هنا مش فاهم. يلا خد البورد طيب عشان عايز امسح الحته دي. ايه؟ اي ترجمه؟ فين دي؟ سادس؟ سددت؟ لا متلخبطه. قول 6. الاسيتس، خليكم معايا يا شباب عشان زميلكم عايزه تعيد رقم 6 تاني. الاسيتس بتساوي اللايبيلاتيز الخصوم زائد الكابيتال او الاونرز ايكويتي. بيقول لي بقى في رقم 6
اللي هو ايه؟ بوت اديشنال سبلايز، صح؟ اشترى مهمات اضافيه، هي المهمات اصول، يبقى اجي هنا اقول له ايه؟ زائد السبلايز. انا رحت جبت سبلايز بكام؟ ب 2500، يبقى انا اشتريت حاجات ب 2500. عندك مشكله؟ دفعت منهم كاش، يبقى الكاش اللي عندي نقصت بكام؟ ب 1500. يبقى عليا كام؟ 1000. ده عليا يعني في حد مديني، اسمهم ايه بقى؟ اكونتس بيبل، اسمهم اكونتس من؟ يبقى اجي تحت الخصوم واقول له انا عليا 1000. انا عليا كام يا باشا؟ 1000. بس عايز اترجم بقى، الاصول زادت وقلت، اما الخصوم زادت بس. تعرف تعمل لي الكلام ده؟ يبقى نقول له بقى ايه؟ مالناش دعوه، احنا نعمل. لو في حد بره الحمد لله سليم، محدش تعود. يلا نترجم بقى، نقول له بقى هنا ايه؟ انكريز. ممكن تقولي انكريز اند ديكريز اسيتس، يعني زادت ونقصت. انكريز ان ديكريز، زياده ونقص مين؟ الاسيتس. ان انكريز لايبيلتيز. انكريز مين يا باشا؟ لايبيلتيز. ماشي كده؟ قولي. كفايه؟ طب ما نخلص بس الحل. حاضر بس اخلص الحل، ماشي. نخلص بس السؤال اللي جاي ده. السؤال الاخير بيقول وذرو، صح؟ ماشي. يبقى هنقول له بقى ده رقم 7، صح كده؟ اسمها ايه بقى؟ نقول له الاسيتس، الاصول بتساوي اللايبيلتيز عند مين؟ عند كابيتال. وذرو عليها دايره، اول ما اشوف الوذرو اقول له الاصول لازم تنقص وحق الملكيه لازم ينقص. ما احنا عارفين الكلام ده. المسحوبات زي المصروفات، الاثنين بينقصوا الاصول وحق الملكيه. الرقم كام؟ 500. يبقى هنا تحت الاصول هتنقص ب 500 وعند الكابيتال هتنقص ب 500. يبقى هنا اقول له ايه بقى؟ ديكريز وديكريز، خلاص. وده اللي انا قلته وهقوله للمره الثانيه، لازم يجي لي سؤال على الانكريز والديكريز بتاع الاونرز ايكويتي، لازم. ده كان السؤال رقم 6 في الامتحان السنه اللي فاتت، وكتبتها من شويه، قلت لك ايه الحاجات اللي بتزود راس المال وايه الحاجات اللي بتنقص راس المال. مش كتبناها ولا ما كتبناش؟ قلنا في حاجات بتعمل انكريز. يعني ايه انكريز؟ يعني زياده لمين يا باشا؟ للاونرز ايكويتي. ايه اللي بيزود فلوسك؟ اللي بيزود حق الملكيه رقم 1 ريفينيوس، اللي هي مين؟ الايرادات. طب وبعد كده مين؟ اي نت انكم، اللي هو مين النت انكم ده؟ اللي هو صافي الدخل. وبعدين واحده ثالثه، عارف ولا اقول؟ ايوه، اي استثمارات، اللي هي يا باشا انفستمنت. وافتكر السؤال ده كويس. الثانيه قلنا بدل انكريز كلمه ايه؟ مش شرط تجيني ديكريز، امال ممكن تجيني بقى ايه؟ تجيني ريدكشن يعني تخفيض. الاثنين واحد. يبقى لما يقول لي ديكريز يعني نقصت، هي لو قال لي ريدكشن. ايه الحاجات اللي بتنقص من راس المال؟ قولي. الاكسبنسز، اللي هي مين يا باشا؟ المصروفات. مين تاني؟ اللص، الخساره. ولو عند حضرتك الوذرو. مين الوذرو؟ المسحوبات. يبقى دي يا باشا نترجمهم بس عشان لو حد عايزهم. دي اسمها ايرادات، ودي اسمها صافي دخل، ودي اسمها استثمارات. الاكسبنسز اللي هي المصروفات. طيب واللص اللي هي الخساره، والوذرو اللي هي المسحوبات. قلنا الكلام ده في الاول، وقلنا الكلام ده مهم. الف سلام عليك. ما طلبت لك دكتور، هجيب لك دكتور دلوقتي. الاسئله السؤال اللي موجود في صفحه 20 هتحله زي ما انا بحل. بص انا حله عندك ازاي، مالكش دعوه بالحل ده، هو محلول تمام، بس انا عايزك تحل انت بطريقتك. وورا كل سؤال هتقول لي ايه اللي بيحصل، انكريز ولا ديكريز. يبقى مطلوب من حضرتك، بص لي هنا يا حاجه، مطلوب من حضرتك انك تحل لي السؤال ده كامل وتراجع كمان على السؤال ده. موجود صفحه كام؟
سؤال في صفحة 20 والسؤال التاني في صفحة 26. ماشي هخلص معاكي حاضر، بس هاخد بس يعني اقل من دقيقة. بص هنا يا بنت انت، احنا خدنا تعريف الاسيتس صح؟ اتكلمنا عن الاسيتس وقلت الاسيتس ريسورس صح يا باشا؟ واتكلمنا كمان عن اللايبيلاتيز وقلت اللايبيلاتيز دي عبارة عن الاوبليجيشن صح؟ اخر كلمتين ريفينيوس. ريفينيوس اللي هي الايرادات. رقم 4 اكسبنسز. اكسبنسز اللي هي مين يا باشا؟ المصروفات. ماشي؟ الايرادات عباره عن فلوس داخلالي، يبقى هنا ايه؟ انفلو اوف كاش، تدفقات داخله انفلو. يبقى الريفينيوس بتساوي كلمه انفلو. انفلو كاش، فلوس داخله. اكيد المصروفات اوت فلو، فلوس خارجه. يبقى دي كده اسمها اوت فلو. يبقى دي تدفقات داخله. تدفقات داخله يعني فلوس داخلالي، اسميها ريفينيوس الايرادات. اما الاكسبنسز فلوس خارجه، يبقى دي بسميها تدفقات مين يا باشا؟ خارجه. تدفقات مين؟ خارجه. المفروض ان انا كنت هخلص النهارده المبادئ والفروض. المبادئ المحاسبيه اللي هو مبدا الوحده، مبدا الاستمراريه، مبدا الدوريه، مبدا الفتره المحاسبيه، وكنت خلاص هخلص الفروض، بس ان شاء الله نقولهم ان شاء الله في المره اللي جايه. واحنا داخلين قيود يوميه. الحصه اللي جايه اكاونتنج قيود يوميه، دفتر يوميه، دفتر استاذ، ترايل بالانس، ميزان مراجعه باذن الله تعالى، علشان باذن الله هيبقى باقي لي بس اللي هي الفاينانشال ستيتمنت اللي هي القوائم، والقوائم بتبقى صغيره. عشان كده قلت لك حصه النهارده في النظري في غايه الاهميه. حصه النهارده كل كلمه مكتوبه على السبوره، لو انت صورت السبوره هتروح تعمل ملخص ليك. اعمل كده حاجه اسمها سمري او سمرايز في ورقه ولا ورقتين، واكتب لي البورد بخط ايدك تاني بتاع النظري بتاع النهارده. هيفيدك كتير جدا جدا. انت ما انتش محتاج اكتر من كده. اشوفك ان شاء الله. لا خدها منها بره، قول لها اديني الملزمه الاولانيه بس. هتاخد الملزمه بتاع النظري هتلقى الكلام كتير، وانت بتذاكر علم على اللي انا كاتبه على البورد بس. هتلقى تعريف الاصول. يعني بص هنا، معلش يا شباب دقيقه واحده بس، افتح بس الملزمه دي مثلا، افتح معايا. هتجيب لي اللهم صل على سيدنا محمد صفحه 12. يلا. اول حاجه قابلتني حاجه اسمها اسيتس، شفتها؟ تعالى نقراها مع بعض. ار economic resource owned by a business and expected. انا عايز كلمه، انت فاهم قصدي؟ انا لما جيت عرفت الاسيتس قلت كلمه ريسورس. هو بقى لما يجي في الامتحان هيكتب لي السطر كامل. انا مش عايز، انا كل اللي عايزه انا باخد ايه اللي يعرفني ان دي اسيتس من كلمه ريسورس. ايه اللي يعرفني ان دي لايبيلتيز. مثلا هات لي صفحه كام، حاجه اكبر شويه، هات لي صفحه 13 اخر سطر، اخر كام سطر كده اللي هي ريفينيوز، شفتها؟ حط عليها تحتها خط، حط تحت خط كده ريفينيوز. بص بيقول لك ايه؟ ار ذا انفلو اوف كاش اند اذر ايتمز اوف فاليو اوف جودز، ما اعرفش كذا كذا كذا. انا مش عايز كل ده، انا عايز كلمه انفلو اهي. بص قدامك اهي، انفلو اوف كاش. اول ما اشوف كلمه انفلو اوف كاش هعرف ان دي مين؟ ريفينيوز. نفس الكلام في المصروفات، هروح على كلام كتير كتير. طب ما انا عايز من المصروفات اوت فلو. عشان كده قلت لك ايه؟ تتذاكر في وقت قليل جدا لو انا فاهم، تتحل في وقت قليل جدا لو انا فاهم. لانك لو قسمت ما بين المانج والاكاونتنج ساعه، انت فاهم؟ فاقول هدي للمانج مثلا تلت، مش اكتر ولا اقل. لو انا الكلمات الداله معايا كلها على بعض ما تاخدش معايا التلت ساعه، سواء اكاونتنج او مانج، لان معظمها هتبقى اسئله صريحه من المحاضره بتاع النهارده. وهكرر تاني، محاضره النهارده نظري عامل مهم جدا في الامتحان. تروح تنقلها عشان المره الجايه ما تتفاجئش لما اجيب لك كميه نظري كتير. ماشي يا باشا؟ سي يو السنه الجايه. ملزمه من هذا؟ باي باي، السلام عليكم، نشوفكم في الحاجات اللي جايه.